واحتشد الآلاف من أبناء الشعب المصري الذين رددوا هتافات مطالبة بالحفاظ على مصر في هذه المرحلة المهمة، كما رددوا هتافات مناهضة للخيانة والإرهاب. وتقدم المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقدم الجنازة العسكرية والشعبية المهيبة لتشييع جثامين شهداء في الجنازة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وممثل عن الكنيسة المصرية، والدكتور كمال الجنزوري مستشار رئيس الجمهورية، والسيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الدين، وعدد من كبار القادة والشخصيات العامة والفنانين والمسؤولين التنفيذيين. وشهد طريق النصر تواجدا مكثفا من أفراد الشرطة العسكرية والمدنية قبيل بدء مراسم الجنازة، في الوقت الذي قام فيه رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بإغلاق طريق النصر باتجاه الأوتوستراد استعدادا لتشييع جثامين الشهداء الأبرار، كما تم إقامة سرادق العزاء بجانب قبر الجندي المجهول. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا بإعلان حالة الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام، وأكد الرئيس مرسي على ضرورة ملاحقة مرتكب الحادث الإجرامي والأخذ بثأر شهداء القوات المسلحة، مقدما تعازيه الأسر الضحايا ومطالبا بضرورة تكاتف أبناء القبائل مع قوات الجيش وأجهزة الأمن لبسط الأمن في ربوع سيناء.